مع جسر الفاضلية. هذا الجسر وظلوا هسه بجسر. اجيت على الجسر اني هم ما لقيت، هسه واقف جاي ادور ماكو. من العمارة، من العمارة. هذا ما سجله القدر لهيثم، فما زال رفاة أخيه الشهيد تحت ماء الفرات وجراح هذا الجسر، لا يعلم أين يبحث وما يخفيه المجهول. هاتفه النقال لم يصمت كثيرا حتى تزاحمت الاتصالات من الوالدين والأقارب، وما زال هيثم متحيرا، لسانه الدموع وحديثه الصمت أحيانا، ونظره يجوب الماء تارة ويتضرع إلى السماء تارة أخرى. نقلهم للعامرية مال فل وجعسنا، خابرنا قلنا له انت مصوب دعوة الجيش بعد كافي، يقول انا بطل وذاك يبطل من يظل. والله لا تحكي المقابر عاتبتني من عتابي ومن ونيني، انا موتي وبي حسرة وعيني تبقى على بابي وما تجيني. لحد المبارك كبرت الجسر فوق الخبر بي قلنا له عفهم، يقول لي واحدة موجودين ما يقدر. ما يقدر، يقول ما اقدر ابطل، يقول اذا انا بطل وذاك يبطل من يظل من العذاب. دمعة من فارقتني ما بقيت دمعة. أكثر من 60 يوما وهيثم يحتسب اللحظات والخطوات وصولا إلى الفاضلية، والغريب إنه كان ينظر إلى الجسر بواسطة الناظور في أحيان كثيرة ليطمئن قلبه على أخيه حيدر الذي عانقت روحه ماء الفرات وجراح جسر الفاضلية. ومع تحقيق النصر وفرحة المقاتلين كان حزن هيثم كلهيب الشمس يبخر الذكريات من القلب إلى العلياء بفراق ينثر الدموع علها تعالج لهيب تلك الذكريات، ووجدانه يخاطب طيف أخيه: أرى كبدي تفتت فيه حزنا ودمع العين سال بلا انقطاع. من منطقة جرف الصخر، منتظر حنون، قناة الغدير.